أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. رح نعمل اليوم كيكة سنيكرز ترند اليوتيوب بطريقة سهلة وطعم خيالي. رح تاخدوا نفس نكهة سنيكرز الأصلية وبطريقة جدا بسيطة. تابعوا معي الفيديو للأخير حتى تشوفوا طريقة التحضير. لو كنتوا أول مرة تزوروا قناتي عالم ليالي الشام، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك للفيديو. في البداية رح نحضر طبقة الكراميل. على نار هادية رح أضيف 3/4 الكوب سكر بدون إضافة أي سوائل. نتركه على نار هادية حتى يتحول لكراميل. بس يدوب السكر تماما ويصير بهذا الشكل، نضيف عليه 70 جرام من الزبدة، ما يعادل ملعقتين كبيرة. نلاحظ الكراميل بدأ يسمك معنا، نستمر بالتقليب لتدوب الزبدة وتتجانس مع الكراميل. ممكن نزيد المكونات حسب حجم القالب اللي رح تحضري فيه كيكة سنيكرز. بعد ما دابت الزبدة تماما نضيف نص كوب من الحليب. نلاحظ الكراميل رح يتكتل ويشد شوي معنا، بس يسخن الحليب رح يتجانس تماما مع الكراميل. وأهم شي يكون على نار هادية حتى ما يصير لون الكراميل داكن. هون بعد ما صار قوامه ناعم بهذا الشكل، نطفي عليه النار ونضيف نص كوب من السوداني. ما ننسى نطفي النار تحت الكراميل حتى ما ينطبخ السوداني وتنتزع طعمته. نقلبه منيح مع الكراميل. لسه قوام الكراميل خفيف، بس يبرد رح يسمك معنا أكتر. ننتقل لتحضير الطبقة الثانية الكيك. المقادير بسيطة. نضيف بيض عدد 2، نص كوب من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيليا. بهي الوصفة الأفضل نستخدم المضرب الكهربائي. نخلط المكونات لمدة دقيقتين حتى يتضاعف حجمه ويتغير لونه. حتى يتضاعف حجم الخليط أهم شي البيض ما يكونوا باردين، يكونوا بحرارة الغرفة لنوصل لهذا اللون ويتضاعف حجمه بهذا الشكل. بعد ما وصلنا لهون نحضر المكونات الجافة. عندي 3/4 الكوب من الدقيق، ملعقتين كبيرة من الكاكاو الخام، يفضل يكون الكاكاو خام حتى يطلع معانا الكيك داكن، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نخلط المكونات حتى يتغير لون المكونات الجافة تماما. نضيف المكونات الجافة على الخليط اللي حضرناه أول شي. ونبدأ نمزج المكونات مع بعض بالمضرب اليدوي باتجاه واحد. هون ما نحتاج للمضرب الكهربائي. نخلط المكونات مع بعض منيح حتى تتجانس تماما. وآخر شي نضيف المكونات السائلة، ربع كوب من الزيت ونص كوب من الحليب. نخلط المكونات لمدة دقيقتين حتى تتجانس ونتخلص من التكتلات ويصير الخليط ناعم بهذا الشكل. الخليط صار جاهز معنا. الفرن لازم يكون حامي على درجة حرارة 180 بصينية مدهونة بالزيت وممدودة بورق الزبدة. ننزل عليها خليط الكيك، ندخلها على الفرن لمدة 20 دقيقة، من تحت ربع ساعة ومن فوق 5 دقائق بس. نحضر كريمة خفيفة تختلف عن كريمة تغليف الكيك. عندي 4 ملاعق من الكريمة الناشفة، أضفت عليها ربع كوب من الحليب البارد. نستخدم المضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يتضاعف حجم الكريمة.
نزيد سرعة المضرب أثناء الخفق حتى يطلع معانا قوام الكريمة ثابت. لنعمل كريمة خفيفة كطعم وقوام نحضر القسم الثاني من الكريمة. نحتاج قالب من الجبن الكريمي، ممكن تستبدليه بالجبن المثلثات أو الجبن الكيري. حجم القالب 150 جرام. استخدمت المضرب الكهربائي حتى يصير معي قالب الجبنة ناعم بهذا الشكل. أضفت ملعقتين كبيرة من السكر البودر، حصرا هون لازم نستخدم سكر بودر. هذا شكل كريمة الجبنة. رح أضيف عليها أول شي ملعقتين من الكريمة اللي حضرناها وأمزجها مع بعض، وبعدين رح أضيف باقي الكريمة. بتحضير هاي الكريمة حصرا لازم نستخدم الجبن القطع. هذا شكل الكريمة وقوامها وكمان طعمها كتير طيب. هذا شكل الكيك بعد الخبز، نتركه حتى يبرد وبعد هيك نشتغل فيه. بعد ما برد الكيك تماما معنا نشيل سطح الكيك، ما بيلزمنا، ونقطع الكيك ل3 أقسام متساوية لنعمل 3 طبقات من كيكة سنيكرز. بنفس القالب اللي خبزنا فيه الكيك حطيت فيه كيس من ورق تغليف الكيك ونزلت عليه الطبقة الأولى من الكيك، وزعت عليه الكريمة اللي حضرناها، نوزع الكريمة بشكل كامل على طبقة الكيك. نرجع نوزع كريمة على الأطراف حتى ما يطلع الكراميل لما نضيفه بالوسط. نضيف طبقة من الكراميل بالوسط، نضيف كمية منيحة من الكراميل حتى يبين بالكيك. ننزل عليها الطبقة الثانية من الكيك. الكيك خفيف كتير، بهي الطريقة اللي حضرنا فيها الكيك بتطلع فيه ثقوب الكيك كبيرة، ما نحتاج نسقيها بالحليب أو العصير. كمان ندهن الطبقة الثانية بشكل كامل بالكريمة، ونكرر الخطوات اللي عملناها بالطبقة الأولى. نوزع كريمة كمان على الأطراف حتى ما يطلع الكراميل من الكيك، ونضيف طبقة من الكراميل بالوسط. ملاحظين قوام الكراميل صار سميك بعد ما برد معنا. ملاحظة مهمة، أكيد ما بيصير نضيف طبقة الكراميل على الكريمة أو الكيك وهو ساخن. ننزل الطبقة الثالثة ونغطيها بشكل كامل بالكريمة، نوزع عليها الكريمة بشكل كامل حتى نغطي الأطراف، وندخلها على البراد لمدة ساعة كاملة. وآخر شي رح نحضره هي الشوكولا. بحمام مائي حطيت قالب ونص من الشوكولا مقطع بهذا الشكل، حطيته حتى يدوب على مهله. طبعا المي ساخنة تحت. بعد ما دابت الشوكولا تماما أضفت عليها ربع كوب من الزيت، ونضيف عليها نص كوب من السوداني. صارت الشوكولا جاهزة معنا، ننزلها فورا على قالب الكيك. أهم شي لما ننزل الشوكولا يكون الكيك على الشبكية ويكون تحته الكيس الشفاف اللي بيغلفوا فيه الكيك، حتى ما تنزل الشوكولا على الأرض ويبهدل المكان. كمان يضيع منا قسم كبير من الشوكولا. كل ما تنزل الشوكولا على الكيس نرجعها على الكيك، ولحتى تبرد الشوكولا وتمسك بالكيك. غطينا الكيك بشكل كامل بالشوكولا، ندخله على البراد لمدة 2 ساعات ليصير جاهز للتقديم. هذا شكل الكيك بعد ما صار جاهز معنا. الطعم بشهي، مختلفة عن كل الكيكات اللي جربناها سابقا. بتمنى تجربوا هاي الوصفة. المكونات كانت بسيطة والطريقة سهلة، وصار فيكن تعملوا سنيكرز الأصلية لكل العيلة والطعم سوبر يمي. بتمنى يعجبكن فيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك للفيديو، وشكرا كتير لمتابعتكن.